بالنسبة للحملة تاع تنظيف مقابر المسلمين، هذا أمر طيب ومطلوب جدا، لأنه يدخل تحت باب الاهتمام بهذه المقابر وحراستها، ولأنه لمقابر المسلمين حرمة. لكن ما يفعله الكثيرين من تصوير ما يجدونه من أسحار ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة أن الإنسان الذي عقد له السحر يعلم بذلك ويأتي ليفك هذا السحر، هذا أمر غير مطلوب لا شرعا ولا عرفا، ويدخل في باب ترويع الناس، ويدخل في باب الحرام. لماذا؟ لأنك لما تجد السحر، الواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك فك هذا السحر بالطرق المشروعة. يعني الناس هذا اللي يروحوا ينظفوا المقابر يكونوا معاهم بعض الإخوة يفكوا السحر يعني القراءة عليه وحل العقد والنفث عند كل عقدة. وإذا كان مكتوبا إتلاف ذلك السحر بماء جافيل ولا ماء ولا لكي تمحى تلك الكتابات لأنه السحر معقود فيها، أو إذا كان من مادة يعني صلبة تكسيره وقطعه أو إحراقه وإتلافه، كل هذا جائز لا بأس به. أنت بمجرد أنك تجد سحر تحرقه، أو تحل العقد مع القراءة والنفذ، أو محو الكتابة مع القراءة والنفذ، أو تكسيره وقطعه، وتنتهي المسألة وتكون قد فعلت منفعة متعدية لغيرك. أما فضول التصوير ونشره يعني يدخل فيه الرياء والسمعة، يدخل فيه ترويع الناس، يدخل فيه أمور كثيرة جدا. بارك الله فيك. حتى أنه لو فرضنا جدلا أنه حقا قد عقد لتلك الفتاة أو ذلك الشاب سحر، لو علم ذلك الإنسان الذي عقد له السحر لأعاد الأمر. لذلك تصوير الأسحار المنتشرة في المقابر وفي غيرها ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي والله لا خير فيه ولا فائدة منه. يعني غير بالفطرة برك وبالعقل تفهم بلي هذا ما عنده حتى معنى، هذا وتنعتل. إذا كان قد عقد له سحر حقا هو يعلم، تجده خلاص راهو قاعد يرقي وقاعد يعالج وقاعد يدير الطرق المشروعة ويعلم ذلك إذا كان حقا عقد له السحر. أما إن كان مجرد صورة يعني فيها بعض الكتابات لأكل أموال الناس بالباطل، تجد بعض الناس يعني يجعل صورة ويكتب عليها بعض الكتابات وبعض الطلاسم ليأخذ أموال تلك المرأة، وهي لا سحر لا والو. ها وقتهن يسمى ما كان والو، تحكم تروع عفرت تخل عفرت. هذا هو، بارك الله فيكم، السلام عليكم.